استوديو 1 2 محمد ثبات، اهلا بيكم. طبعا واضح وبشده ان جمهور الاهلي في حاله قلق شديد جدا وغضب شديد جدا. قلق شديد جدا من المستوى المتدني اللي الفريق فيه في الفتره الاخيره وخصوصا في المنافسات المحليه، وغضب شديد جدا 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 من الاوضاع اللي موجوده سواء في مستوى في داخل الفريق في غرفه اللبس او على المستوى الاداري. غرفه اللبس اول مره يظهر لجمهور الاهلي كميه المشاكل دي من فترات بعيده جدا الموجوده بين اللاعبين او بين الجهاز الفني واللاعبين او حتى غضب بعض اللاعبين من عدم اللعب او اللعب. طبعا كانت موجوده قبل كده ولكن مش بالصوره دي، وغضب شديد جدا برضو من ردود فعل الاداره على جميع المستويات. المستوى الاول رد فعلهم على المشاكل اللي بتحصل في الفريق من جوه، من المشاكل اللي بنقول عليها او حتى في سياسه اداره فريق الكوره في الفتره اللي فاتت كلها وما هو مرسوم او مخطط ليه للفتره الجايه. بمعنى ان انت عندك دلوقتي اهم فتره انتقالات اللي هي الفتره الشتويه اللي بدات من امبارح، وهي اللي هترسم بيها خطه الفتره الجايه، واهم ما فيها هي نهايتها مع منتصف يونيو القادم. عندك كاس العالم للانديه اللي عايز تظهر فيها وتظهر في المحفل الدولي ده بصوره مختلفه. حتى الان مفيش رؤيه واضحه. كلام اللي يقول لك بغداد بونجاح اللي هو عنده 32 33 سنه، طب احنا نجيب حمدي فتحي، طب نرجع عبد المنعم، كلها بحث في اوراقك القديمه، لكن مفيش استراتيجي واضحه وموجوده لما هو قادم. طبعا ده اللي يخلي جمهور الاهلي في قلق شديد جدا. طيب هو ناقوس خطر، ولكن هل الاهلي على المنحدر؟ هو على بدايه المنحدر، قادر ان هو ياخد خطوتين ثلاثه لورا ويرجع يحسن المسار او يصحح المسار اللي هو ماشي فيه، سواء على المستوى الفني او على المستوى الاداري او على مستوى السكاوتنج. وهم دول الثلاث محاور الرئيسيه اللي الاهلي لازم يشتغل عليهم الفتره الجايه. لن ينكر احد، واي واحد ينكر ده هيكون جاحد جدا، ان الاربع سنين اللي فاتوا كان فيها او يمكن 5 سنين كمان كان فيها نجاحات كبيره جدا جدا وانتصارات وبطولات وتسطير لاسم الاهلي كرويا على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي بشكل رائع. حتى ماليا ضخ لخزائن الاهلي اموال كتيره جدا من مشاركاته او من ادارته لبيع بعض اللعيبه، سواء على مستوى الدوري المحلي او على المستوى الاوروبي او على مستوى الدول الخليج. فبالتالي اي حد هينكر النجاح الكروي او النجاح المالي او النجاح الفني والاداري الفتره اللي فاتت فهو جاحد، ولكن مفيش حد ناجح على طول. انا مش معنى ان انا قمت باستراتيجيه من 4 5 سنين ماشي بيها بشكل جيد حتى هذه اللحظه ان انا كده ما ينفع يعني اوقف التفكير فيما هو قادم او انا ماشي صح. لا، لكل فتره زمنيه استراتيجيتها. اللعيبه اللي معاك دلوقتي اللي اعمارها في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات من 5 سنين كانت في اوائل العشرينات ومنتصف العشرينات، يعني شغفا لياقه وكل ما هو يعني تقوله في صفات اي لعيب كوره عايز ينجح وعايز يتقدم اتغيرت في الاربع 5 سنين اللي فاتوا. ماليا حتى اللعيب لما يجي يقرب من سن الاعتزال او سن الكبر بيدور على مصادر دخل اعلى علشان يبدا يستقر، علشان هو عارف ان هو فتره وهيقعد في البيت، ده تفكيرهم. يبقى بالتالي محتاج تبحث عن لعيبه عندها شغف اكتر. اكبر مشكله عندنا في رايي الشخصي ليست اداريه ولا فنيه، ولكن الجزء بتاع السكاوتنج. الجزء بتاع السكاوتنج لو قدر يتحل صح المشاكل الفنيه والاداريه هتتحل. لان انت كاداره لو انت عملت فريق سكاوتنج مظبوط عينه كويسه في ان هو يدور على لعيبه في ال30 يوم الجايين وهم الفرصه قبل الاخيره، والاهم لان الفرصه الاخيره اللي قيد الاستثنائي اللي قبل شهر 6 هو قيد مؤقت او قيد هتكون محكوم فيه ان انت عندك لعيبه لسه مخلصها دوري في بطولات بتاعتها والكلام ده كله. فبالتالي انت في مرحله يعني زي ما نقولوا المحوريه او المنطقه المحوريه الرئيسيه اللي انت لازم تدرس فيها ما هو قادم وتحط نفسك على المسار الصحيح. فانا شايف ان انت لازم يتحط لك فريق سكاوتنج كويس خلال اليومين الجايين دول، يكون عينه مظبوطه. ساعتها اداريا المشاكل اتحلت وفنيا انت وفرت لعيبه لوحدها، حتى لو احنا عندنا علامات استفهام على
الاداء الفني والخططي لمارسيل كولر الفتره اللي فاتت، فبالتالي حتى اللعيبه الكويسه دي هتبدا تكون هي لوحدها قادره تفوق الفريق وقادره تكون ليها قيمه على ارض الملعب. الاهلي في مرحله مهمه جدا، زي ما بيقولوا ايه، يا تنتن يا تنتن، انت خلاص انت في مفترق طرق هام جدا. المستوى من كيرفو بينزل، ليس سوءا من اللعيبه وليس سوءا من الاداره وليس سوءا من الجهاز الفني، هو يعني زي ما نقول ايه، ملل. خلاص انت الجهاز الفني عمل كل حاجه، مجلس الاداره بيحاول، بس هو برضو ستيل ده اداريا لازم يعين فريق سكاوتنج. عندنا مشكله في اللجنه الفنيه واللجنه مش عارف ايه واللجنه الرياضيه ومش عارف ايه الكوره والكلام العجيب اللي عندنا، كلهم ناس كبيره في السن ما عندهمش عين كويسه، اللهم الا هاني رمزي. وهي دي اللي تقدر تقوم الفريق من اول وجديد وتحطه على المسار الصحيح. احنا حاليا لسه ما وقعناش، ولكن لو فضلت مستسلم لهذا الوضع، خصوصا ان انت يعني السنه دي الى حد ما خلاص كاس العالم للانديه بالشكل الجديد، انت كنت خلص، خلصت 2 سوبر، ما عندكش كاس مصر، فبالتالي انت بتلعب على الدوري اللي بقالك كذا سنه بتاخده، وبتلعب على افريقيا اللي بقالك كذا سنه بتلعب نهائياتها وكسبان 4 في اخر 5 نهائيات. فبالتالي الدافع الرئيسي اللي محتاج ان انت بيه تقوم نفسك هو كاس عالم امريكا 2025 اللي هيحصل في 15 يونيو القادم، واللي اداك يعني القدر هديه جميله جدا ان انت تلعب ماتش الافتتاح قدام فرقه فيها ميسي، ولو ظهرت بشكل كويس ده هيلمع اسمك بشكل رائع. فبالتالي انت لازم تتحرك في الوقت ده. الاهلي وحش، الاهلي سيء، اللعيبه فاقده الشغف، كولر فاقد الشغف، في اخطاء فنيه كتير، في لخبطه في اوضه اللبس، مفيش بدايل على الدكه. الماتش اللي فات وانت بتلاعب انبي انت مش لاقي حد على الدكه تنزله، انت بتنزل مين؟ يعني انت بتلاقي الدكه في اخر الماتش كان فيه عمرو السوليه، هو لعيب نص ملعب ما يغيرش ماتش، كريم الدبيس هو باك في الاخر، عد اللعيبه اللي عندك ما كانش فيه حد. يعني حتى اللعيبه اللي كانت نص نص اللي احنا بنقولها بتسند الفريق شويه في بعض الاحيان، رضا سليم متعور، مش عارف كهربا مغضوب عليه وما بيلعبش، بيرسي تاو بقى في حته ثانيه خالص، دماغه بتحس انها مش في الكوره، رغم ان هو ما اعرفش. يعني انت لا عايز تمشي ولا عايز تدي، لازم يكون في حل في الحته دي. فبالتالي كل الظروف اللي حواليك دلوقتي هي ضدك، ولكن انت قادر في اللحظة اللي احنا فيها دي وفي الفترة الانتقالية اللي احنا فيها دي تقدر تصحح المسار. اي تأخير او بطء في اتخاذ قرارات في الفترة الحالية دي اعتقد هيكون له تأثير سلبي شديد السلبية على الاهلي الفترة القادمة. اعتقد وانا براهن ان بكرة في ماتش شباب بلوزداد احنا هنشوف الاهلي بشكل مختلف. هقول لك ليه، لان فعلا لو رجعت كده الفترة اللي فاتت السيئة هتلاقي احسن ماتشات للاهلي كانت اللي بتتلعب بره البطولات المحلية. انت لعبت العين بشكل كويس، لعبت حتى ماتش باتشوكا اللي انت كنت فيه اتغلبت فيه بضربات الجزاء ما كنتش شكلك وحش. ماتشات افريقيا شباب بلوزداد اللي فات او ماتشات افريقيا اللي قبليها هي احسن ماتشات. بص على الدوري، بتكسب بالضالين، بتكسب بطريقه صعبه جدا. فرق الدوري حفظتك انها بتكربس لك خط الدفاع بتاعها وخط النص، بتحملك اللعيبه ما بقاش عندك. والحلول دي عايزه حاجه من اتنين، يا حد بيشوط من بره يا حد عنده مهاره فرديه، وانت ما عندكش حاليا حد بيشوط من بره غير امام عاشور اللي انت حتى بقى تستخدمه كجناح ما يقدرش يشوط من بره الماتش اللي فات، يا اما حد عنده مهارات فرديه زي احمد عبد القادر انت استغنيت عنه، لكن انت حاليا ما عندكش حد عنده مهارات فرديه. حسين الشحات كيرفو نازل، وسام ابو علي هو سترايكر مش لعيب صاحب مهارات، قفشه هو لعيب بلاي ميكر يديك بساط لكن مش بتاع مهارات فرديه يعدي. بيرسي كان بيعملها بس هو زي ما قلنا مش معانا. فانت بص على السمات بتاعت اللعيبه اللي عندك ما فيهاش الفرقه اللي تقدر تخلص ماتشات مقفله ومخنوقه. فبالتالي برجع اقول ان احنا في مرحله انتقاليه هامه جدا ما ينفعش فيها اي نوع من التباطؤ او الديلينج او اللي هو التاجيل لاي قرارات ممكن تفيد الفرقه في الوقت الحالي. ده رايي في وضع الاهلي حاليا، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. بس مستني رايكم في الكومنتات، ايه رايكم، ايه اللي ممكن يدعم الاهلي الفتره الجايه ويرجعه للمسار الصحيح. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.